السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نقترح لكم 3 اقتراحات للكوتي ساهلين واقتصاديين. عيد بغرير ناجح كيجي خفيف كيف الشهده كيف كتشوفوا معايا. كذلك نقترح لكم بريوش بالكريمه كيجي خفيف، كيجي اسفنجي وكيجي لذيذ بزاف. نتمنى انكم تجربوه. كذلك كيكه اللي كتجي طالعه خفيفه بواحد الاضافه اللي كتخليها تجي رطبه وكتجي عاليه كيف كتشوفوا معايا. على بركه الله نمشيو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. وما تنسوش الا عجبكم الفيديو خليو لي لايك، اشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ديالي. بركه الله نبداو. بالنسبه للمقادير عندي 3 ديال الكؤوس ديال السميده، الكاس ديال العنبه، عندي كاس ديال الدقيق ابيض، عندي 2 ديال لي ساشيط خميره كيميائيه، عندي معلقه صغيره ديال الخميره مجففه ومعلقه صغيره ديال الملحه ومعلقه ديال السكر. فكناخذ واحد الاناء كندير فيه السميده. عندي 3 ديال الكيسان، كل كاس كيوزن 125 غرام. وغادي نضيف كذلك 100 غرام ديال الدقيق ابيض، معلقه صغيره ديال الخميره، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال السكر سنيده. غادي نحتاج 5 ديال الكيسان ديال الماء اللي كيكون دافي واحد شويه ما كيكونش سخون. غادي نضيف الكاس الاول والثاني الثالث الرابع وكنخلط مزيان هذا الخليط كيف غادي تشوفوا معايا. من بعد غادي نزيد الكاس الخامس وغادي ندير الخليط في المولينكس حتى كيتطحن مزيان البنات. من بعد عاد كنضيفوا له ديك الخميره كيميائيه. فهنا غادي نضيف الكاس الخامس. فبالنسبه للقياس الماء فراه قياس مضبوط، غير جربوه فكيجي ناجح 100%. فهنا غادي ندير في المولينكس حتى كيتطحن مزيان. من بعد غادي نضيف له الساشيات ديال الخميره. ضروري في هذه المرحله تطحنوها البنات مزيان حتى كيبان لكم داك الفقاعات يعني باينين هكا على الوجه ديال الخليط. من بعد عاد كتضيفوا له الخميره وكتزيدوا تطحنوه شويه كيف كتشوفوا معايا كيرجع كامل على هذا الشكل. وكنفرقوا في واحد الاناء كيف غادي تشوفوا معايا كيرتاح فقط واحد 5 دقائق وكنبدا كنطيبو كيف غادي تشوفوا معايا. فانا البنات خديت المقله ديال البغرير درتها كتسخن، خديت مغرفه هكا من الخليط وضعتها في الوسط كنخليوه حتى كيبدا كيف كتشوفوا معايا هكا كيتقب كيجي كامل خفيف وكيجي زوين بزاف ناجح 100%. نتمنى منكم انكم تجربوه. اهم حاجه البنات في البغرير هو اننا نطحنوا مزيان الخليط السميده والخليط ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف باش هكا تنجح معنا العجينه ويجينا البغرير متقب كامل وخفيف. فهنا من بعد ما طابت الوحده الاولى غادي نحيدها البنات وغادي نرجع ندير وحده اخرى غادي نقربها لكم باش تشوفوها في الاضاءه اكثر. كتجي كامل متقب وكيجي خفيف البنات، غير جربوه. غادي نحيدها غادي نحطوها فوق واحد المنديل، ضروري كندير واحد المنديل وكنحطو فيه هكا البغرير ديالنا. وغادي نبقى مستمره حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. غادي ندير وحده اخرى بنفس الطريقه حتى كتقب كامله. العافيه كتكون متوسطه ما كتكونش مجهده بزاف فوق القياس وماشي ناقصه بزاف باش هكا كيتقب باش كتقب البغريره كامله كيف كتشوفوا معايا. غادي نزولها وغادي نرجع ندير وحده اخرى بنفس الطريقه حتى كيتقب وكطيب وكنحيدوها. راه كيجي البنات زوين، غير جربوه كيجي ناجح 100%. والمقادير مضبوطه ما كنبدلهاش كيف كتشوفوا معايا عن قرب كيجي كامل كيف الشهده وناجح 100%. وهذه هي الكميه كامله اللي طيبتها البنات من الاول حتى الاخير كامل. يعني كامل خفيف ومتقب كيجي زوين بزاف وناجح 100%. نتمنى انكم تجربوا لان فعلا كيستحق تجربه. تقدموا هكا مع العسل وزبده اولا بزيت العود كل واحد باش كيبغي يقدمه. فغادي نوريكم حيد هكا عن قرب. فراه كيجي خفيف البنات وبنين بزاف. نتمنى تجربوه ناجح 100%. غادي نمشيو نشوفوا الوصفه الثانيه اللي هي البريوش اللي معمر بالكريمه اللي كيجي خفيف. نتمنى كذلك انكم تجربوه. على بركه الله نبداو البنات بالمقادير. عندي كاس ونص ديال الحليب يكون دافي، غير كندفيه واحد شويه ما يكونش سخون. بالنسبه للمليلتر عندي 300 مليلتر، هي كاس ونص بالقياس العنبه. غادي نضيف نصف كاس ديال سكر سنيده، تقدروا تضيفوا حتى الكاس الا ربع الا بغيتيهم يجيو حلوين هكا بزاف. هنا ضفت معلقه كبيره ديال الخميره فوريه. كنحلل هاد الخميره مع الحليب مع السكر وكنخليها حتى كتفاعل جانبا تقريبا واحد 10 دقائق. من بعد غادي نضيف لها باقي المكونات.
هنا من بعد ما تفاعلت الخميره كيف كتشوفوا معايا مع الحليب مع السكر، غادي نضيف لها باقي المكونات البنات. هنا كنحل داك الخميره مع الحليب كيف كتشوفوا. غادي نضيف نصف كاس ديال زيت نباتيه، وغادي نضيف كذلك قبيصه ديال الملح، غادي نضيف حبه ديال البيض، وغادي نجمعو بالدقيق، وغادي نضيف كذلك واحد الساشيط خميره كيميائيه من وزن 8 غرام. كنخلط البيض مع الزيت مع الخليط الاول، كنضيف واحد الخميره وكنجمعو بنصف كيلو ديال الدقيق. بالنسبه لهذا القياس هذا البنات المقادير راهم مضبوطين، كاس ونص ديال الحليب مع نصف كاس ديال سكر سنيده مع نصف كاس ديال الزيت مع بيضه مع خميره مع كذلك نصف كيلو ديال الدقيق. البنات غادي نبدا كنجمع بالدقيق حتى كنجمعوا العجين كيكون كيلتصق شويه باليدين، يعني ما كنقصحوش العجينه باش كيجينا البريوش خفيف. كنبدا كنجمعها بشويه بشويه حتى كتجمع مزيان، ومن بعد في الاخير غادي نضيف لها واحد الملعقه ديال الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ، اي زبده العلاب او الحيوانيه اللي متوفر. انا غنبدا باضافه الدقيق شويه بشويه حتى كنجمعوا العجين ديال البريوش. هاد العجينه البنات تعتمدوها في البريوش وكذلك في القريشلات، تقدروا تعتمدوها وتزيدوا كذلك النوافع هكا الزنجلان، فعجين ناجح وكيجي مفشفش. فايت لي شاركته معكم، ودابا شاركوا معكم ان شاء الله. نعمروه هكا بالكريمه حتى هو كيجي زوين بزاف في المنظر وحتى في المذاق ديالو كيجي لذيذ. فهنا البنات غادي نجمع الخليط كيف ما قلت حتى كيتجمع كيكون شويه كيلتصق في اليدين. انا البنات غنبقى مستمره حتى كنجمع العجين، ومن بعد كنضيف له ديك الملعقه ديال الزبده، وكنحاولوا كذلك ندخلوها في الخليط مزيان حتى كتدخل الزبده مزيان في الخليط، ومن بعد كنجمعها وكنخليها كتختمر. يعني ما كندلكوهاش شي دليك، يعني كيجي البريوش خفيف يعني بدون دلك بدون تعب. فانا غادي ندخل ديك الملعقه ديال الزبده كيف كتشوفوا البنات، ضروري ما تكون بدرجه حراره المطبخ باش هكا تعاونكم دغيا تدخل في الخليط. فهنايا غادي نجمعها باليد ديالي على هذا الشكل هذا، كنحاول ندخل غير ديك الزبده هكا في الخليط باش ما تبقاش غير في جهه واحده. ومن بعد كندهن العجين هكا بشويه ديال الزيت كنجمعها وكنخليها حتى كتختمر وكيتضاعف الحجم ديالها، ومن بعد نرجعوا باش نشكلوها. كيف كتشوفوا معايا هنا البنات جمعتها، غادي ندير واحد القطيره ديال الزيت هكا وغادي نجمعها، غادي نغطيها بسلوفه، نغطيها كذلك بواحد المنيديل ونخليوها دابا البنات الحال سخون دغيا كيخمر، يعني ما تخليوش في المرحله الاولى، خليوه يخمر ومن بعد ردوا معاه البال. فراه دغيا كيخمر دابا الجو ساخن. فهنايا البنات كيف كتشوفوا غادي نغطيها بسلوفه، نغطيها بواحد المنيديل نخليه حتى يختمر ويضاعف الحجم ديالو، ونرجعوا باش غادي نشكلوه من بعد ما كيكون اختمر وضاعف الحجم ديالو. فهنا من بعد ما اختمر ضاعف الحجم ديالو، فغادي نحاول نخرج من داك الهواء اللي تجمع فيه على هذا الشكل هذا، وكنبداو كنشكلوهم كويرات الحجم اللي بغيتو. كيكون الحجم ديالهم هكا متوسط باش كيجيو زوينين في المنظر ديالهم. هنا كنبدا كنقطع هكا كويرات على هذا الشكل هذا، كنحط في لاطه اللي فرجت لها الورق ديال الطبخ. كنديروهم حجم كيف ما قلت البنات يكون متوسط، ماشي صغار وماشي كبار بزاف، على هذا الشكل هذا. وكيف كتشوفوا العجين كامل فقاعات واخا ما دلكناهش كيجي عجين لي ناجح. نتمنى تجربوه. غادي نبقى مستمره حتى كنكملهم كاملين على هذا الشكل هذا، وكنحطهم هكا في اللاطه وكنرجع نقرصهم واحد شويه وكنخليوهم يختمروا المره الثانيه، فما كياخذوش وقت طويل في المره الثانيه لان اختمروا مزيان في المره الاولى. فهنايا غادي نقرصهم واحد شويه البنات غير بهذا الشكل هذا، يعني غير كنبسطوهم واحد شويه، ما كنقرصوهمش بزاف على هذا الشكل هذا، وكنغطيهم نخليهم حتى يختمروا. من بعد كندهنهم بصفار ديال البيض. فهنا البنات غطيتهم ونخليهم حتى يختمروا كيف كتشوفوا معايا. هنا من بعد ما اختمروا ضاعف الحجم ديالهم دهنتهم ببيضه مع القليل من الخل او الحليب اللي متوفر. بعد الادنى اللي كنكون كندهنهم الفران كيكون عندي سخون يعني شاعله،
كيسخن، ومن بعد كنقصوا له نار مهيله، كندخلوهم للجهه الفوقانيه حتى كيتحمروا من التحت، عاد كنهبطوهم يتحمروا من الوجه، كنردوا لهم البال باش كياخذوا لنا داك اللوين الذهبي وكيجيو في الشكل ديالهم زوين من الوجه في التحمار. ضروري ما تقابلوهم باش كيطيبوا على المهل وكيجيو كذلك في الطياب ديالهم زوينين. فدابا غادي ندخلهم البنات للفران حتى يطيبوا ويتحمروا وياخذوا داك اللوين الذهبي ونخرجوهم. شوفوا الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجي. هنا البنات من بعد ما تحمروا كيف كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم. لكم فاش دهنوهم البنات ترشوا عليهم كاوكاو اولا لوز ايفيلي، فانا حتى غادي نعمرهم بالكريمه عاد غادي نزينهم. ضروري البنات كتغطيوهم بواحد المنديل وكتخليوهم حتى كيبردوا مزيان عاد باش يمكن لكم تفتحوهم هكا باش تقدروا تعمروهم هكا بالكريمه، وكيف ما يمكن لكم كذلك تعمروهم بالشكلاط فاش تكونوا كتكوروا العجينه. فهنا كيف كتشوفوا البنات فتحتهم كيجيو خفافين كيجيو اسفنجيين. هنا طربت شويه الكريمه وغادي نعمرهم كيجيو زوينين بزاف، كيجيو خفاف وكيجي المذاق ديالهم زوين. نتمنى تجربوهم لان فعلا كيستحقوا التجربه. كيف ما قلت البنات يمكن لكم تعمروهم بالشكلاط فاش تكونوا كتكوروهم هكا على شكل كويرات، كيف ما يمكن لكم تعمروهم هكا حتى يطيبوا بالكريمه. من بعد غادي ندهن لهم الوجه ديالهم بشويه د العسل اولا المربى، غادي نرش عليهم كاوكاو محمر كونكاسي، وهذا هو الشكل ديالهم كيجيو خفافين اسفنجيين. ما تشبعوش منهم، نتمنى تجربوهم لان فعلا كيستحقوا التجربه، كيجيو زوينين بزاف ناجحين من اول تجربه وكيجيو وزوينين بزاف. نتمنى تجربوهم. دابا غادي نمشيو نشوفوا اخر وصفه في هذا الفيديو اللي هي الكيك. الخلاط كاس ديال الخلاط ودرت فيه 3 حبات ديال البيض يكونوا بدرجه حراره المطبخ، كاس معاهم ديال سكر سنيده، غادي نزيد له كاس ديال الزيت نباتيه، غادي نضيف له 2 ديال لي ساشي ديال الفاني مع قبيصه ديال الملح، غادي نضيف هنا لي ساشي ديال الفاني 2، وغادي نضيف واحد العلبه ديال الياغورت بالنكهه ديال الفاني، وكذلك تقدروا تضيفوها بالنكهه ديال الموز. من بعد البنات غادي نضيف واحد العلبه ديال الياغورت بالنكهه ديال الفاني، كيف ما تقدروا ديروها بالنكهه ديال الموز، دانون هنا اللي كيكون عاقد. غادي ندير هاد المكونات هادو يطربوا مزيان وغادي نخويهم في واحد البول. كيف غادي تشوفوا معايا كيكون الخليط كامل فقاعات، يعني كنطربوا الخليط مزيان. ومن بعد غادي نحتاج 2 كؤوس ونصف ديال الدقيق، غادي نغربلهم مزيان. غادي نضيف الكاس الاول غادي نغربلو، من بعد غادي نضيف 2 ديال لي ساشي ونصف ديال خميره كيميائيه. هنا غير كان عندي واحد النص هكا ديال الخميره محلول فضفته حتى هو. غادي نخلط عفوا غادي نغربل كذلك الخميره، وغادي ناخذ طراب يدوي غادي نخلط الخليط مزيان. ومن بعد عاد غادي نكمل الباقي ديال الدقيق. فبالنسبه للدقيق عندي 2 كيسان ونص ديال الدقيق العبار بالكاس ديال العنبه، يعني بالنسبه للغرام فعندي 250 غرام ديال الدقيق. فهنايا من بعد ما خلطت الكاس الاول غادي نضيف الكاس الثاني. فهنا البنات من بعد ما ضفت الكاس الثاني غادي نخلط كذلك الخليط كيف غادي تشوفوا معايا. ومن بعد غادي نضيف نصف كاس ديال الدقيق اللي تبقى، وغادي نخلط الخليط. واخا تشوفوا الخليط يعني في هذه المرحله ثقال، فمازالني غادي نضيفوا له ديك الاضافه اللي كتخليه يرجع الخليط خفيف. فانا غادي نخلط الخليط مزيان. ومن بعد كنحتاج واحد نصف كاس ديال الحليب، وغادي نضيف له واحد الملعقه كبيره ديال الخل، وكنخليوه جانبا حتى كيولي يعني رايب. يعني هذه المرحله ديروها في الاول، وهنا من بعد ما كيرجع رايب على هذا الشكل هذا كنضيفوا الخليط وكنخلط مزيان. فهنا الخليط كيرجع لنا خفيف، فهاد الاضافه دي كتخلي الكيكه تجي خفيفه وكتجي مهويه وكتجي طالعه. نتمنى انكم تجربوها. فهنا غادي نخلط الخليط مزيان كيف كتشوفوا معايا حتى كيتخلط داك الحليب مع الخليط كيف كتشوفوا معايا. ومن بعد غادي ناخذ واحد الكميه من هذا الخليط غادي نضيف له واحد الساشي ديال الكاكاو كيف غادي تشوفوا معايا، وغادي نخلطو مزيان. هاد الكاكاو اختياري راه كيجي سوا زوين في وسط الكيك. فهنا غادي نخلطو مزيان. ضروري كيقصح شويه الخليط غادي نزيدو شويه د الحليب لان الكاكاو كينشف.
باش ما تجيناش باش ما يجيناش الخليط ديال الكاكاو ناشف في وسط الكيكه. ضروري ما تزيدوا الحليب ويكون الخليط حتى هو خفيف ديال الكاكاو. كيف غادي تشوفوا معايا كنخلطو حتى كيرجع على هذا الشكل هذا، كيكون خفيف. فهنا خديت انا هذا المول هذا دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. غادي ناخذ واحد الكميه ديال الدقيق عفوا ديال الخليط، غادي نفرغها في الاول، من بعد كندير من فوق من هذاك الخليط ديال الشوكولات اللي وجدنا، ومن بعد كنرجع نغطي بنفس الخليط اللي تبقى. بنات ضفت الكميه ديال الخليط ديال الشوكولات كيف كتشوفوا، كنحاولوا نجيبوها في الوسط باش كيجينا داك الخليط ديال الشوكولات في الوسط من بعد ما كطيب الكيكه. وواحد النقطه مهمه بالنسبه الا طاحت لنا هكا شي حاجه ديال الخليط في المول، ضروري فاش كنساليو كنحاولوا نمسحوا داك البقايا هكا الا طاحت ديال الخليط، فضروري كيتقاص داك الوسط ديال الكيك ديال المول عفوا، نمسحو هكا بواحد الكلينكس باش هكا كتلقى الكيكه فين كتطلع. فهنايا غادي نرجع نخوي داك الخليط اللي تبقى ديال الكيك كيف كتشوفوا معايا. من بعد غادي نمسح داك الخليط هكا اللي طار في الجناب ديال المول. ومن بعد غادي نديرها في واحد اللاطه ديال الفران ديال المقله عفوا ديال المسمن، كندخلها للفران كيكون بارد حتى كتطيب وكتحمر وكتنفخ وكتجي طالعه. فاهم حاجه يكون الفران ناقص، وكنخبطوها هكا شويه المول باش كيزيد يدخل فيه الهواء. هنا دخلتها الفران بعد ما طابت، هذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي طالعه، كتجي خفيفه بزاف واسفنجيه. نتمنى انكم تجربوها. هنا من بعد ما قلبتها كيف كتشوفوا يعني الكيك كيجي طالع بزاف وخفيف وناجح مليون في المية ورطب بزاف كيف كتشوفوا معايا. هنايا غادي نقلبها على الوجه ديالها، غادي نزينها بشويه المربى وشويه اللوز ايفيلي محمر. ومن بعد غادي ندير الخطوط هكا من الشكلاط ديال البنات. غادي ندير شويه ديال اللوز ايفيلي على الوجه ديال الكيك، من بعد غادي ندير لها خطوط هكا بشكلاط ديال الدهن، وغادي نخليها حتى كتبرد وغادي نقطعها نشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. كيجي واحد الكيك اللي خفيف ورطب اسفنجي وكيجي اقتصادي يعني وطالع بحجم اللي هو عائلي. نتمنى انكم تجربوه. نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. فكيجي واحد الكيك اللي خفيف كيف كتشوفوا معايا وبنين بزاف يعني ناجح 100%. نتمنى تجربوه. ما تنسوش يعجبكم لا فيديو خليو لي لايك، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. بارطاجيو لا فيديو مع العائله والاصدقاء وخلوا لي واحد اللايك واحد الكومنتير بطبيعه الحال الا عجبكم لا فيديو. خليتكم على خير والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.